مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة علي الصياد اللي مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتحياتنا لمتابعينا على طريق الفيسبوك صفحتنا اللي مكتوب بلاب العلاوي على الصياد. أصدقائي وأعزائي، هواية بدأت توصلنا أسئلة ويا موجة هالبرد هذا، وشلون نحافظ على طيورنا، وطيورنا أخاف تشعر بالبرد، نغلف القفص أو لا، شلون نحافظ عليها، شنو الطرق. فأصدقائي وأعزائي، الموضوع ما بيه خوف ولا يحتاج إلى هالتضخيم هذا كله. كل ما عليكم إذا كانت طيوركم بداخل البيت أن تبعدوها عن فتحة الباب أو فتحة الشباك. هذا هو الشيء الوحيد اللي يمرض الطيور، والسبب إنه الطير اليوم متعود على جو البيت، على درجة حرارة البيت. لما ينفتح الشباك أو ينفتح الباب راح يجي تيار هواء أبرد من اللي بالبيت، فراح يصير به مثل النشلة خلينا نقول، أو زكام سريع. نفس الموضوع مال البشر اليوم، أنت إذا متعود على جو دافي وطلعت للجو البارد رأسا راح تتمرض. نفس الشيء الطيور، هذا عدوهن الوحيد. يعني التعرض لتيارات هواء سريعة غير متوقعة. يعني هسه احنا هنا، هذا خليه هنا بعيد، الشباك بعيد عليه وما ينفتح اصلا، والباب كلش بعيد عليه، فمو عليه اي شيء ولا يحتاج اغلفه. عندك انت تقول مثلا اذا مكانك ضيق ولازم يكون يم الشباك اللي ينفتح او يم الباب تنفتح، تقدر تغلف صفحة القفص بس صفحة واحدة من جهة المكان الهواء اللي راح يجي. يعني شلون هسه هاي صفحة فقط، هاي الصفحة، لا تغلف القفص كله. تغليف القفص كله يجيب نتائج سلبية، تخلي الطير يموت، لان هاي هنا ايش راح يصير؟ راح يصير معدل رطوبه كلش عالي بالقفص من تغلفه بنايلون. الطيور جلدها يختلف، مو مثل جلد البشر، ما يقدر يطرح يعني ما يقدر يعرق، ما يقدر يطرح الرطوبه الزايده. هنا راح يصير عنده اختناق داخلي للطير ويموت اذا تغلف القفص كله. مثلا اليوم احنا طيورنا نبيتهن برا، اكو قسم من الاصدقاء يبيتوهم برا، تقدر تغلف القفص كله، تترك الباب حتى لا تغلفها هنا حتى تحافظ على مستوى الرطوبة لا يصعد بالقفص. عندنا طريقة انه شلون تعرف انه طيورك اليوم بالبيت وبردت طيورك. الطرق يعني اكو فت شغلات تقدر تعرفها، انه الطير اذا شفته يوقف بجانب القفص. يعني شلون اذا اثنين بالقفص، طبعا واحد راح يوقف بصف الله كلش حتى واحد يدف الثاني. اذا واحده بالقفص راح يوقف بجوانب القفص، يعني يلزق ويا جانب القفص حتى بس يدفي روحه. هاي وحده. اثنين، تشوف الطير نافش ريشه بس بطريقه مبينه بردانه، يعني مو هاي النفش الطبيعي مال الريش مثل ما هسه واضح بالصوره، بحيث من نافش ريشه تكون عيونه غائرة لي جوا لهالدرجة، يعني نافخ روحه. هاي اثنين. ثلاثة، يرفع تكرجل من ينام حتى يدفيها ويتناوب ويا الثانية، وهكذا. هاي ثلاث شغلات تقدر تعرف من خلالها انه طيرك يحس بالبرد، وتقدر تتخذ الاجراء اللازم مثل ما قلت لكم ان تبعدوه عن تيارات الهواء، او اذا ما عندك مكان تقدر تغلف صفحة قفص وحدة. شلون تعرف طيرك انه انصاب بالزكام او النشلة الموسمية بسبب البرد؟ حتى تتلاحق له من البداية، تبدي تشوف انه منقاره بدا يصير لونه ابيض. من يصير ابيض هذا معناته الرشح مالته من فتحة المنخر ينزل على المنقار، منقاره يصير ابيض. مو انه هو طير اصلا بالاصل منقاره ابيض شلون هسه هذا وتقولون لا هذا صار ابيض. لا، الطير طبيعي منقاره اسود فجأة يصير ابيض، انه هذا انصاب بمرض الزكام او رشح. ان شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتنا لكم.